قدام المظاهر. ماشي. انت بقى نزلت ليه النهارده؟ ايه؟ نزلت ليه النهارده؟ الشعب المصري والشعب المصري انت اخ شهيد او حاجه؟ ايه؟ اخ شهيد ليك اخ شهيد؟ طب نزلت ليه؟ عشان الرؤوس الفاسده اللي محدش عايز يتعدم فيها ومش عايز حد يتحكم فيها. في حاجات يعني ما اتحققتش؟ في حاجات يعني ما اتحققتش. زي ايه؟ في عندك مين ايه؟ وايه اللي اتحقق؟ دم الشهداء وحكومتك مش راجعه تروح. هو حضرتك تخش تعمل محضر تقول لك حضرتك ممكن تيجي بعد 30 سنه بيشتغل معاك وبعد 30 سنه يبقى هو المدير بتاعك هينفع تحاسبه؟ المشير مش هيحاكم حد، هو بيقضي كل حاجه عشان الشعب يهدى. مفيش حاجه اتغيرت، احنا ولا دي شقه ولا في وظيفه ولا دي فلوس ولا في اي حاجه في البلد، احنا اللي فيه بلطجيه بيقفوا على باب الاسلام يحموا الظباط دلوقتي. هم جايبين الظباط عشان كانوا يحمونا بالبلطجيه ولا جايبين البلطجيه يحموهم؟ طب ايه رايك في الظباط اللي بتتحكم الصبح وترجع بعد الظهر على احنا كده، ما انا بقول لحضرتك اهو، هم الظباط جابوا بلطجيه الجمعتين اللي قبل اللي فاتوا، جابوا اسباب بلطجيه وحطوها على باب الاسلام بكلاب عشان يتعاملوا مع الناس المتسرعين. يبقى فين اصل الحكومه دي جايه تحمينا كشعب ولا جايه تحمي الظباطين؟ انت نزلت من يوم 25؟ انا نزلت 25 و28 ونزلت النهارده وفي اي وقت هيبقى عشان حق البلد انا عندي ومش مهتم لاي حاجه. الله انا نزلت كمواطن مصري. لا انا قلت كله يمسك في بعض، كله يمسك في ممكن تجيب لي من ضمن الشباب الصغيرة كنت أنا هناك. فين؟ الجمعة اللي فاتت كنت في ميدان التحرير. كنت في ميدان التحرير. عملت ايه بقى؟ قلت ايه هناك؟ قلت اللي أنت عاوز تقوله. كل واحد عاوز يقول. طيب انت لما رحت هناك شفت الناس، كنت هناك يوم الثلاث انت ولا يوم الجمعة؟ إيه؟ كنت يوم الجمعة ولا يوم الثلاث؟ لما ضربوا علينا النار. لما ضربوا عليكم النار هربت بقى وجريت ولا فضلت واقف؟ فضلت واقف وضربت وكنت هتمسك كنت طالع عجل. ايه بلطجي؟ احنا كده لما يطير